موتسيبي في المغرب لإصلاح الأمور مع فوزي لقجع. فما تقارير صحفية نيجيرية حكيت على خلاف بين موتسيبي ولقجع منذ أسبوعين تقريبا في اجتماع اللجنة التنفيذية. الخلاف هذا يقول أنه تم حتى تبادل الشتائم بين موتسيبي وفوزي لقجع. يقال أنه موتسيبي في المغرب حاليا يصلح في الأمور. يبدو أنه البوفوار وصلاحيات لقجع أكبر من صلاحيات موتسيبي. خالد هكا ولا؟ بيان سور اخي، عندك شك في هذا انت امين؟ لقجع اقوى من موتسيبي في العركه اللي تعاركوها مع بعضهم في الاجتماع اللي فات. تلقاه في المغرب مش يطلب في السماح، يعني يطلب في السماح، خايف على يعتذر من فوزي لقجع. به الخلاف هذا ما ياثرش على حظوظ المغرب في استضافه الكان حسب رايك؟ وممكن المونديال ودعم الكاف لا لا ما دام مشالوا اليوم وباش مشالوا معناتها الجمعه هذه باش معناتها باش يرجعوا اصحاب امبوسيبل معناتها عركه كي خلاف هكا باش ترسي معناتها المغرب ما تنظمش الكان امبوسيبل. مستحيل. وكما قال خالد انه فوزي لقجع اقوى من موتسيبي. توافق الراي؟ الناس الكل تعرف الدور نتاع فوزي لقجع في وصول موتسيبي لرئاسه الكاف، يعني معناها عامل عليك مزير يعني. بالضبط وعمل اللوبينج اللي صار في الانتخابات كله عامله فوزي لقجع اللي هو عنده شد برشا دي فيدراسيون، شد برشا دوسيات ملفات. عنده ملفات تتصور على الجميع. نتصور دونك انا ما نتصورش موتسيبي معناها ريت نخرج لك ملف ماهوش ذكي باش يخلي فوزي لقجع ضده، لازم يخليه ديما معاه. وهذاك علاش نتصور مشالو ديبلاسيلو سور بلاس. طبعا اذا موتسيبي ديبلاسيلو زيد يبارك له على الكان اللي باش يعطيه له. طبعا مالا منك.